يعني أقول أيضا، ومن خلال هذا اللقاء أيضا أعبر عن التضامن المطلق وعن الموقف، وأعبر أيضا عن رضاي كمغربي عن الموقف الشجاع ليمين يامال. وينتمي المنتخب الاسباني انه يخاطب الجماهير اللي كانت حاضره سواء في المباراه اللي كانت اجريت مع كتير خالص ان هم تاخروا في الرد على هذا الموقف او خدوا رد فعل اثناء المباراه، حتى ما عنديش اي تفسير واضح او اي حاجه، لان حتى بقول هذا التنظيم، وقدمت بالمقابل ان المغرب هو الاولى بهذا التنظيم، تنظيم نهائي نهائي كاس العالم ان شاء الله 2030. الرفع من ايقاع القاره الافريقيه، فنحن نستحق هذا اللقب لاننا بذلنا كل الجهد لخدمه افريقيا والقاره الافريقيه رياضيا. استاذ محمد المغودي، شكرا جزيلا، كنت متالقا. شريف عبد القادر. السلام خوشي، فيديو جديد اخوشي. الموضوع اخوشي وهو الجماهير الاسبانيه، داك الشيء اللي داروا مع الجمهور المصري وداك الشيء اللي داروا ضد المسلمين. محمد المغودي اخوشي اللي هو مغربي في هذا البرنامج قال لهم اخوشي هادشي اللي داروا اسبانيا في هذا، قدمت ورقه جميله للمغرب. علاش؟ حيت المغرب اخوشي شافوا الناس كيفاش داز كاس افريقيا وهذاك السلوك اللي داروا الجمهور الاسباني، فكيقدم المغرب ورقه لتنظيم نهائي كاس العالم 2030، واسبانيا غادا تقدر تنسحب وجميع الدول لن يقبلون بهذا الهجوم. محمد المغودي، استاذ انجاز غير عادي، يعني انجاز لما ياتي انجاز بعد 40 سنه اعتقد انه شيء ممتاز جدا. بعد 40 سنه ياتي انجاز بهذه الطريقه بهذه الكيفيه، ولم يكن انجاز سهل. قلنا أنه أكثر فريق لعب مباريات، أكثر فريق أرهق في هذه التصفيات. إنجاز بعد 40 سنة لكرة القدم العراقية أمر مذهل وأمر أيضا تاريخي. أولا في البداية عزيزي هيكل، دعني أقول لكم ليلة مباركة لك ولكل الإخوة في برنامج الكرة العربية، سواء على المباشر أو غير المباشر الذين يشتغلون في الخفاء. كان بودي منذ البداية أن أقول هنيئا للشعب العراقي، وهنيئا للعراق، وهنيئا للرياضيين العراق، ولكن لا أستطيع أن أقول لهم هنيئا، لأنني أعتبر نفسي في هذه الفرحة واحد منهم. عشت معهم ألم وقلق وهم أيضا يستعدون للسفر في ظل هذه الظروف في المنطقة. عشت معهم أيضا لحظة بلحظة وهم يستعدون للمباراة الفاصلة. عشت معهم وتجولت معهم في شوارع العراق خطوة خطوة وهم يحتفلون بهذا الإنجاز. لذلك أنا أعتبر هذا الفرح، أنا واحد من الذين سعدوا به ومن الذين عايشوه ومن الذين أيضا تقبلوه بقلب فرح جدا 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 وبصدق أيضا واضح. العراق حينما أيضا وضعت أمامها بأن هناك تحتاج إلى لحظة والسعادة، حينما وضعت أمامها بأنها تحتاج إلى تحقيق حلم لهذه الأمة بعد سنوات عصيبة، حينما ارتأت بأن هذه الكرة قد تخلق السعادة داخل شوارع العراق، داخل بيوت العراق، وأيضا في كل بيوت العراق سواء بالعراق أو خارج العراق، وحينما تحققت الإرادة، وحينما وقع التخطيط، وحينما كان الاستقرار الإداري، وحينما كان الاستقرار التقني، وحينما حاضر الطموح والإرادة أيضا لدى اللاعبين، تحقق هذا الحلم للعراق. العراق كانت في حاجة إلى هذا الحلم، خططت له وأيضا وضعت له استراتيجية وتحقق. هنيئا للعراق الشقيقة على هذا الفرح، هنيئا للعراق الشقيقة التي تجاوزت كل الألم سواء داخل أو خارج العراق ونجحت في تحقيق هذا الحلم. هذا هو الإنسان الناجح، الإنسان الذي له إرادة، والإنسان الذي يسعى إلى تحقيق طموح لبلد كان في حاجة إلى ذلك. الآن أقول هنيئا للعراق. مباشرة كابتن علاء، بالنسبة لتعيين جراهام أرنولد المدرب الأسترالي للمنتخب العراقي، تعيين في فترة وجيزة قبل مباريات صعبة جدا، أعتقد أيضا كانت ضربة معلم لعدنان درجال. تعيين مدرب له خبرة، لعب مع كأس العالم مع المنتخب الأسترالي في قطر سنة 2022، أمر مهم جدا لأنه الفترة الأخيرة كانت تحتاج للخبرة ليس فقط على المستوى القاري ولكن حتى على المستوى العالمي. تحياتي ليك يا هيكل وتحياتي لكل النجوم في الكرة العربية.
قبل ما اتكلم على اختيار المدير الفني، يعني مش هخفي اعجابي باسلوب استاذ محمد المغودي. اسلوب راقي جدا وسهل جدا ومؤثر جدا. يعني انا من اكتر يعني المعجبين باستاذ محمد على فكره، حتى بطريقه كلامه في اي موضوع. الحاجه الثانيه الانجاز اللي حصل ده كان كابتن علاء في اي موضوع، في قبل في اي موضوع الموضوع ان هو اتكلم في الاول على الفرحه بتاعت العراق نفسها. هو عنده مواضيع فيها مشاكل. عنده مواضيع فيها مشاكل. عنده مواضيع مش اي عم عنده مواضيع فيها مشاكل. حتى المشاكل معقوله، يعني مشاكل لذيذه برضه يا هيكل. اتفضل كابتن علي. لكن اللي انا عايز اقول طبعا الحدث والتاهل التاريخي اللي حصل للعراق ده، بص يا هيكل مش من فراغ. يعني زي ما تفضلت وقلت انت دلوقتي ان هم لعبوا 21 مباراه بعد ما الكابتن ربيع زود لهم مباراتين تقريبا زياده. مش سهل على فريق يلعب كل المباريات دي ويوصل المباراه النهائيه في المكسيك. على فكره جو المكسيك جو مش سهل جدا اللعب فيه، وفريق قوي بوليفيا، وان هو يبقى بالتركيز والحماس ده ويوصل كاس عالم. الموضوع مش سهل بالمره يا هيكل. يمكن انا يمكن عشان حتى انا لما كنت بتكلم مع مجموعه مصر قلت مصر تاهل سهل، ودي حقيقه على فكره، عشان يعني كل واحد ياخد حقه. تاهل الحمد لله كان مستحق، لكن سهل ما كانش فيه صعوبات. لكن فريق في العراق بكل الصعوبات اللي العراق بيعيشها كبلد، وكل الصعوبات في المباريات اللي لعبها، ويلعب على مباراه نهائيه كده بالشكل ده ويوصل كاس عالم. يا هيكل انا متخيل او متوقع ان اكتر ناس فرحت في العالم كله بتاهل منتخبها هو الشعب العراقي. الشعب العراقي اكتر ناس يعني بجد حسوا بقيمه الفرحه دي. لكن هو منتخب يستاهل كمان، ان المباراه كانت صعبه جدا. اختيار المدير الفني هيكل ذكاء، عايز هو برده مش جاي صدفه، لا ده في ذكاء وفي انا محتاج ايه الفتره دي، وفتره مهمه جدا وفتره قصيره جدا. انا مش محتاج مدير فني صغير او محتاج مدير فني بعيد شويه او محتاج مدير فني يعني عنده مشاكل. لا انا محتاج خبره، ازاي يوصلني كاس عالم، ازاي يبقى مقنع للعيبه دي. وده اللي حصل معاه في الاتحاد العراقي، وطبعا كان اختيار موفق جدا جدا جدا. مدير فني جه في وقت قليل جدا، عمل فريق ممتاز، فريق بجد محترم، كل الناس بتحترمه. فريق هو بيلعب مباراه المباراه رايحه جايه وكده، و1-0 و1-1 و2-1، لكن المباراه ما كانتش سهله على فكره على المنتخب العراقي. لكن هو ده ممكن نقول معدن اللعيب العراقي نفسه او العربي نفسه اللي عنده هدف وعايز يوصل. هو ده السر يا هيكل. انا عندي هدف عايز اوصل له، فانا بعدي كل الصعوبات اللي موجوده بمشاكل في البلد ومشاكل طيران ومشاكل سفر وكل المشاكل دي. انا مستني 90 دقيقه اللي افرح فيها شعبي وافرح فيها كل العرب، واحنا كنا فعلا فرحانين، وافرح فيها نفسي كمان. بعد 40 سنه اوصل كاس عالم. هنيئا للمنتخب العراقي وهنيئا للشعب العراقي كله والشعب العربي كله، لان انا فعلا واحد من الناس فرحانه جدا للمنتخب العراقي على وصوله رغم الظروف اللي هو فيها دي. لكن تاهل صعب جدا في فتره المباراه، لكن تاهل مستحق، وكل التوفيق لهم يا رب ان شاء الله في كاس العالم. امشي كابتن ناصر البدوي. بالنسبه للمنتخب التونسي ايضا توضحت مجموعه المنتخب التونسي. تونس ستلعب اول مباراه امام المنتخب السويد التي اقصت المنتخب البولندي بعد ما فازت ايضا على اوكرانيا، يعني فازت على اوكرانيا وبولندا. ثم تونس ستلعب مع المنتخب الياباني، اليابان الفائز على انجلترا في اخر مباراه وديه، واخر مباراه امام المنتخب الهولندي. تقريبا هولندا المنتخب الوحيد في هذا الموسم الذي فاز على المنتخب النرويجي في مباراة ودية تقريبا. صحيح هيكل. بالنسبة للمنتخب التونسي طاح في مجموعة معناتها عندها إمكانيات كبيرة. نحكيه على منتخبات عندها ثوابت، وخاصة في كرة القدم عندها صيت كبير وقادرة تعمل إضافة. وشفنا معناتها المنتخب السويدي من المنتخبات اللي معناتها عنده تقاليد كبيرة في كرة القدم العالمية، من المنتخبات اللي معناتها وقت اللي تلعب اللعب متاعها، خاصة اللعب البدني، اللعب المباشر، انضباط كبير في الهجوم، انضباط كبير في نقولوا احنا في التكتيك بصفة عامة. معناتها
فما حضور كبير ذهني زاد من الملاعبيه، هذا يخلي المنتخب التونسي ضد المنتخب السويدي من المنتخبات اللي عندها تقاليد كبيره وعندها معناتها ثوابت كبيره في كره القدم. بالنسبه لي انا زاد كيف وقت اللي نحكي على المنتخب الياباني اللي انتصر في الكاس العالم الاخراني على المانيا واسبانيا، معناتها من المنتخبات اللي عندها معناتها صيت كبير. معناتها بالنسبه لي انا المنتخب الياباني من المنتخبات اللي تحصل على كاس اسيا من اكثر من مره، على 4 مرات، 92 2000 2004 2011. من المنتخبات عنده تقاليد في كره القدم، كره سريعه، كره ذكيه، كره ملاعبيه، عندهم المهاره، عندهم السرعه، عندهم نقولوا احنا الذكاء في نقولوا احنا في البلان تكتيك في نقولوا احنا الخطه التكتيكيه. هذا من كل المنتخبات اللي عندهم نعتبرهم معناتها صيت كبير في الكره العالميه. ونعتبر زاد المنتخب الياباني وصل الثمن النهائي لكاس العالم 4 مرات، 2002 2010 2018 2022. من المنتخبات اللي بالحق عندهم معناتها لي تراديسيون، وهذوما الناس عندهم مده كبيره يخدموا في خدمه كبيره باش يوصلوا للاهداف نتاعهم. وشفنا المنتخب الياباني بالرغم انه في وقت مش بعيد المنتخب التونسي انتصر عليه 3-0، لكن ديما تقعد مباراة كرة قدم عندها معناتها تقاليدها، وخاصة فما ثوابت اللي تقعد. هذا منتخب عنده ثوابت كبيرة اللي نجم يكون معناتها المباراة بالنسبة لنا احنا المجموعة يأكد اللي هي صعيبة. كيف بالنسبة لي أنا المنتخب الهولندي من المنتخبات اللي الكرة الشاملة، الكرة المزيانة، من المنتخبات اللي عنده تقاليد كبيرة في كاس العالم، في كاس أوروبا. لكن ظهر لي من المنتخبات اللي قادر تنجم تعمل معاهم مباريات تكون محترمة. أنا راهو بالرغم من الأسماء اللي هي وازنة بالنسبة لي أنا، لكن ديما نقول في كرة قدم على 90 دقيقة وقت اللي تبدأ تكون مركز ومحضر مبارياتك كما يلزم. وشفنا انتصارنا ظهر ضد فرنسا بالرغم انه برشا ناس حكيت عليه في قطر، لكن انا ديما نقعد في نفس الثوابت انه ديما فرنسا تقعد. فرنسا حتى لو انه ما كلعبناش ما لعبش المنتخب الفرنسي بكامل النجوم نتاعو، لكن الانتصار يقعد مهم. انا نعتقد المنتخب التونسي خاصه بعد المؤشرات اللي شفناها مباراه هايتي وكندا، ان شاء الله قادرين نعملوا مجموعه اللي تنجم تعدي مباريات محترمه ضد مجموعه محترمه للغايه. نرجع أهلا هيكل، مرحبا بكل المشاهدين ومرحبا بكل الضيوف. أول حاجة نحب معناتها تعقيب صغير على كلام ربيع فيما يخص اختيار اللاعبين والتنازل على الجنسية. نعتقد أنه اللاعبين، أنا نلوم على اللاعبين في اختيارهم، أنه تتنكر الأصلك معناها الأصولك ولا جذورك باش تلعب مع فريق معناتها مع وطن معناها ممكن هو احتضنك، ولكن اصولك تحتم عليك انك ما تتخلاش على الاصول نتاعك وتلعب مع فريقك معناتها الوطن الاصل نتاعك وجذورك وجذور والديك. في هذه الحال على اللاعبين تحمل مسؤوليه اختياراتهم، لانه نعتقد انه اختياراتهم خاطئه. لانه نتخيل مهما كان يمين يمال ولا ملاعبيه اخرين عايشين في المجتمع هذاك ويعرفوا العنصريه موجوده، معناتها موجودة في أوروبا العنصرية في بعض البلدان ولا في أغلب البلدان، ومع ذلك يختاروا لأنهم عندهم مشروع رياضي ولا يمكن لنجاحاتهم الرياضية ضحوا بأوطانهم واللعب مع أوطانهم. دونك نعتقد أنهم يتحملوا مسؤولية اختياراتهم. هذا أولا. بالنسبة اللي قلت عليه هيكل اللا مساواة واللا عدل في كرة القدم من الفيفا ومن الحقيقة معناها هو أنا نعتبره في الكا هذايا متاع اللي صار مع منتخب مصر هو صراع أديان، معناها ماهوش حتى عنصرية وكو معناتها فاق الشيء هذاك، لأنه معناها مع منتخب مصري منتخب مسلم وتصير الشعارات هذه ونسكتوا عليها. معناها الحقيقة معناها هذا يأكد اللامساواة حتى في الفيفا وفي اللجان هذه وفي البلدان هذه اللي تحكي لنا على الديمقراطية والعدالة والدنيا الكل والمساواة، وقت اللي يكون معناتها مع بلدان عربية ولا إسلامية
تظهر على حقيقتها الديمقراطية متاعهم والعدالة متاعهم والعدل متاعهم. للأسف ما هوش معناها احنا معناتها مسلمين واحنا في بلد في بلدان مسلمة، مش هذاك علاش تكلمنا، نحكيو بصفة عامة. ديما فما هيك كما قال ربيع معناها نوافقوا انه عقدة معناتها وكأنهم هما احسن منا معناها في كل شيء، في لون البشرة، في العيشة متاعهم، في كل شيء معناها يحسوا رواحهم متفوقين علينا. وهذا معناها مشكل كبير. وسكوت الفيفا ولا مردة الفعل اللي كانت محتشمة من الهياكل الرياضية تأكد الكلام هذايا. وفي مناسبات أخرى كانت نجم معناها تكون ردود الفعل يمكن تكون كبيرة برشا، لكن مع بلد عربي مسلم دائما فما لا مساواة هذه. شريف، ولو أني مضطر أنه نعطي فرصة لشريف أنه يعقب على ما قاله أستاذ محمد الميغودي، باعتبار أستاذ محمد الميغودي قال الحقيقة ردة الفعل كانت ضعيفة جدا من الجانب المصري، على الأقل في المباراة وأيضا في الندوة الصحفية بعد المباراة. طبعا برحب بيكم، برحب بوسط العربية، وببارك للمنتخب العراقي تأهله التاريخي بعد 40 سنة غياب عن كأس العالم. اعتقادي أو يعني اللي أنا فهمته إن هم ما خدوش بالهم من اللي حصل في المدرجات. بالضبط. يعني لا المنتخب ولا اللعيبة ولا الإطار الفني ولا حتى البعثة اللي كانت موجودة، سواء رئيس الاتحاد أو رئيس البعثة أو أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. واضح ان هم ما فهموش اللي حصل، بل على العكس الاذاعه الداخليه والشاشه لما عرضت واضح ان هو كان يعني ما خدوش بالهم، لان ما حدش تطرق للموضوع ده الا بعد انتهاء المباراه وبعض تصريحات لامين يامال وتصريحات دي لافونتي المدير الفني في الندوه الصحفيه بعد المباراه، وحتى بعد بيان الاتحاد الاسباني. الاتحاد المصري طلع بيان يعني كان متاخر جدا، فواضح ان هم ما خدوش بالهم من اللي حصل. اللغه الاسبانيه. اي شريف اتفضل. الحقيقه ما خدوش بالهم، انا معاك، اما تماما صعب جدا، لانه تعرف انت على دكه احتياط المنتخب المصري في هيثم حسن يلعب في الليغا الاسبانيه، يلعب في اوفييدو، يحذق جيدا اللغه الاسبانيه ومش موجود على الملعب، موجود على دكه الاحتياط. يعني لما عرضت الشاشه مستحيل ما شافش ومستحيل ما قراش ما حدث. يعني الحقيقه يعني تفسر بايه عدم يعني زي ما قال الاستاذ محمد، لا المؤتمر الصحفي ولا الموجودين في المقصوره او في المدرجات من اعضاء البعثه الرسميه، سواء من رئيس الاتحاد او الى اخره، او رئيس البعثه او الموجودين منسقين والناس اللي كانت موجوده مع البعثه، ان هم ما فيش اي رد فعل جه رسمي حتى او حتى بتصريحات. يعني كلهم عملوا لقاءات تلفزيونيه بعد المباراه في القنوات التلفزيونيه، محدش تطرق لهذا الموضوع تماما. وانت حسب رايك هيثم حسن الذي يحذق جيدا اللغه الاسبانيه لم يفهم ما حصل في الملعب ولم يتحدث مع دكه الاحتياط ولم يتحدث مع زملائه على دكه الاحتياط؟ صعب جدا الحقيقه. صدقني انا الان بصفه انيه ذكرت هيثم حسن. تفسير لتاخر الموقف المصري، ما عنديش اي تفسير لتاخر الموقف المصري، سواء على مستوى اللاعبين او على مستوى الجهاز الفني او حتى على مستوى اداره الاتحاد او البعثه الرسميه اللي كانت موجوده. ما عنديش تفسير خالص لان هم تاخروا في الرد على هذا الموقف او خدوا رد فعل اثناء المباراه. حتى ما عنديش اي تفسير واضح او اي حاجه، لان حتى بقول لك البيان اللي طلع من الاتحاد طلع بعد بيان الاتحاد الاسباني، يعني كان رد فعل لبيان الاتحاد الاسباني وتصريحات اللي طلعت سواء من دي لافونتي، سواء من وزير الرياضه في اقليم كاتالونيا او المسؤول الرياضه في اقليم كاتالونيا، التصريحات اللي طلعت من بعض الوزراء، وزاره التعليم في اسبانيا، وزير العدل، التحركات من الشرطه في كاتالونيا اللي قالت هتحقق في الموضوع. كل ده جه، وبعديه جه بيان اتحاد الكره المصري. فما عنديش تفسير لردة الفعل البطيئه او المتاخره جدا لبيان لردة فعل الجانب المصري او الاتحاد الكره او اللاعبين. فمش ما عنديش تفسير. ممكن يكون هيثم برضو يعني ممكن يكون قال للحد، بس كان في تخوف من ردة الفعل على مباراة دولية ومباراة في اسبانيا، فردة الفعل ممكن تجيب يعني
رد فعل عكسي، عقوبات يعني مش مفهوم، يعني ممكن ما خدوش بالهم، ما حدش قال لهم نعمل ايه، ما فيش حد وجههم لده. ردة الفعل ايه؟ ممكن يكون هيثم قال لهم، بس قال لهم ده طبيعي في الملاعب الاسبانيه، ممكن يكون قال لهم، بس ده طبيعي بيحصل خاصه في ملعب اسبانيول اللي بيشهد عديد الخروج عن النص وعنصريه ضد كل ما هو لون او جنس او عرق او دين. يعني في الملعب اسبانيول تحديدا اكتر من موقف او من حادثه حصلت في هذا الملعب، بعيدا عن مباراه مصر بس، يعني مع لاعبين كتير، مع لاعبين برشلونه، مع لاعبين هو تحدثنا فيه شريف ريال مدريد زي ما قال ربيع، يعني اكتر من لاعب، فانت عندك مشكله. ولكن برضو انا عايز اقول، يعني مش عايز اعمم على اسبانيا بشكل عام. 10 ثواني شريف. اللي حصل ده لان ده اليمين المتطرف، لان برضو الشعب الاسباني كان ليه موقف تاريخي في القضيه الفلسطينيه ومسانده غزه ومسانده الحرب ضد غزه والكلام ده. وذكرنا الموقف المشرف للحكومه الاسبانيه مع الشعب الفلسطيني ومع غزه في الفتره الاخيره، هذا ذكرناه، يعني الحقيقه ذكرناه وتحدثنا فيه. عايزين نعمم على اسبانيا من غير ما تاخذني اليمين متطرف ومن غير ما نمشي لبعيد. شريف، ولو اني مضطر انه نعطي فرصه لشريف انه يعقب على ما قاله الاستاذ محمد الميغودي، باعتبار الاستاذ محمد الميغودي قال الحقيقه رده الفعل كانت ضعيفه جدا من الجانب المصري، على الاقل في المباراه وايضا في الندوه الصحفيه بعد المباراه. طبعا برحب بيكم، برحب بوسط العربيه، وببارك للمنتخب العراقي تأهله التاريخي بعد 40 سنه غياب عن كاس العالم. اعتقادي او يعني اللي انا فهمته ان هم ما خدوش بالهم من اللي حصل في المدرجات بالضبط، يعني لا المنتخب ولا اللعيبه ولا الاطار الفني ولا حتى البعثه اللي كانت موجوده، سواء رئيس الاتحاد او رئيس البعثه او اعضاء مجلس اداره الاتحاد. واضح ان هم ما فهموش اللي حصل، بل على العكس الاذاعه الداخليه والشاشه لما عرضت واضح ان هو كان يعني ما خدوش بالهم، لان ما حدش تطرق للموضوع ده الا بعد انتهاء المباراه وبعض تصريحات لامين يامال وتصريحات دي لافونتي المدير الفني في الندوه الصحفيه بعد المباراه، وحتى بعد بيان الاتحاد الاسباني. الاتحاد المصري طلع بيان يعني كان متاخر جدا، فواضح ان هم ما خدوش بالهم من اللي حصل. اللغه الاسبانيه. اي شريف اتفضل. الحقيقه ما خدوش بالهم، انا معاك، اما تماما صعب جدا، لانه تعرف انت على دكه احتياط المنتخب المصري في هيثم حسن يلعب في الليغا الاسبانيه، يلعب في اوفييدو، يحذق جيدا اللغه الاسبانيه ومش موجود على الملعب، موجود على دكه الاحتياط. يعني لما عرضت الشاشه مستحيل ما شافش ومستحيل ما قراش ما حدث، يعني الحقيقه يعني تفسر بايه عدم يعني زي ما قال الاستاذ محمد، لا المؤتمر الصحفي ولا الموجودين في المقصوره او في المدرجات من اعضاء البعثه الرسميه، سواء من رئيس اتحاد او الى اخره، او رئيس البعثه او الموجودين منسقين والناس اللي كانت موجوده مع البعثه، ان هم ما فيش اي رد فعل جه رسمي حتى او حتى بتصريحات. يعني كلهم عملوا لقاءات تلفزيونيه بعد المباراه في القنوات التلفزيونيه، محدش تطرق لهذا الموضوع تماما. وانت حسب رايك هيثم حسن الذي يحذق جيدا اللغه الاسبانيه لم يفهم ما حصل في الملعب ولم يتحدث مع دكه الاحتياط ولم يتحدث مع زملائه على دكه الاحتياط؟ صعب جدا الحقيقه. صدقني انا الان بصفه انيه ذكرت هيثم حسن. تفسير لتاخر الموقف المصري، ما عنديش اي تفسير لتاخر الموقف المصري، سواء على مستوى اللاعبين او على مستوى الجهاز الفني او حتى على مستوى اداره الاتحاد او البعثه الرسميه اللي كانت موجوده. ما عنديش تفسير خالص ان هم تاخروا في الرد على هذا الموقف او خدوا رد فعل اثناء المباراه، حتى ما عنديش اي تفسير واضح او اي حاجه. لان حتى بقول لك البيان اللي طلع من الاتحاد طلع بعد بيان الاتحاد الاسباني، يعني كان رد فعل لبيان الاتحاد الاسباني وتصريحات اللي طلعت سواء من دي لافونتي، سواء من وزير الرياضه في اقليم كاتالونيا او المسؤول الرياضه في اقليم كاتالونيا، التصريحات اللي طلعت من بعض الوزراء، وزاره التعليم في اسبانيا، وزير العدل، التحركات من الشرطه في كاتالونيا اللي قالت هتحقق في الموضوع. كل ده جه، وبعديه جه بيان اتحاد الكره المصري. فما عنديش تفسير لردة الفعل البطيئه او المتاخره جدا
لبيان لردة فعل الجانب المصري او الاتحاد الكرة او اللاعبين. فمش ما عنديش تفسير. ممكن واضح. يكون هيثم برضو يعني ممكن يكون قال الحد، بس كان في تخوف من ردة الفعل على مباراة دولية ومباراة في اسبانيا، فردة الفعل ممكن تجيب يعني رد فعل عكسي، عقوبات يعني مش مفهوم. يعني ممكن ما خدوش بالهم، ما حدش قال لهم نعمل ايه، ما فيش حد وجههم لده. ردة الفعل ايه؟ ممكن يكون هيثم قال لهم، بس قال لهم ده طبيعي في الملاعب الاسبانيه، ممكن يكون قال لهم بس ده طبيعي بيحصل خاصه في ملعب اسبانيول اللي بيشهد عديد الخروج عن النص وعنصريه ضد كل ما هو لون او جنس او عرق او دين. يعني في الملعب اسبانيول تحديدا اكتر من موقف او من حادثه حصلت في هذا الملعب، بعيدا عن مباراه مصر بس، يعني مع لاعبين كتير، مع لاعبين برشلونه، مع لاعبين هو تحدثنا فيه شريف ريال مدريد زي ما قال ربيع، يعني اكتر من لاعب. فانت عندك مشكله. ولكن برضو انا عايز اقول، يعني مش عايز اعمم على اسبانيا بشكل عام. 10 ثواني شريف. اللي حصل ده لان ده اليمين المتطرف، لان برضو الشعب الاسباني كان ليه موقف تاريخي في القضيه الفلسطينيه ومسانده غزه ومسانده الحرب ضد غزه والكلام ده. وذكرنا الموقف المشرف للحكومه الاسبانيه مع الشعب الفلسطيني ومع غزه في الفتره الاخيره، هذا ذكرناه يعني الحقيقه ذكرناه وتحدثنا فيه. عايزين نعمم على اسبانيا من غير ما تاخذني اليمين متطرف ومن غير ما نمشي لبعيد. بالنسبه للندوه الصحفيه لموتسيبي، كانت في اي اطار ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ غير توضيح بسيط جدا. التوقيف الذي جاء إلى المساوي كان توقيف مؤقت، وبمجرد ما توصل هذا التوقيف إدارة فريق نهضة بركان قدمت ملفا طبيا مفصلا إلى لجنة الانضباط، وبناء عليه قررت أن تكون هناك مقابلة عن بعد مع اللاعب يوم 10 مارس. يوم 10 مارس المحامي اللاعب المساوي توقف عند الملف وطلب من لجنة الانضباط مهلة للوقوف على تفاصيل الملف للرد على ذلك. دونك كان توقيفا مؤقت. وأيضا حينما وصلت إليها هذا البلاغ أو على الملف الطبي، هي التي أرسلت الطلب، رسلت خطابا تقول بأن اللاعب غير موقوف. لابد من هذا التوضيح. واضح. لو سمحت عزيزي هيكل في لحظة دعني أفجر نوعا من الغضب عن ندوة موتسيبي. ندوة موتسيبي عزيزي هيكل في مصر، صحيح أن بعض الأشقاء المصريين سامحهم الله ركزوا في أسئلتهم فقط على المغرب ونفوذ المغرب وضغط المغرب إلى غير ذلك. طيب، هذا لم يقلقني كثيرا ولم يحزنني أبدا، وإن كان أقول لأشقاء المصريين سينطبق علينا المقولة التي تقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض بيننا الأيام. ولكن دعني أقول، ما الذي حرمني أن لا أكون حاضرا في هذه الندوة؟ ما الذي منع المغاربة أن لا يكونوا حاضرين في هذه الندوة؟ وأقول للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي خسرت الملايير على بعض المؤثرين التافهين والذين مارسوا سياسة القفز في الملاعب المغربية ثم طاروا إلى السنغال يوم غد، ألم يكن من الأجدر أن تكون لك سياسة إعلامية واضحة وأن تعتمد على كفاءات بلدك في مثل هذه الندوات للرد، للتوضيح، للوقوف، وأيضا للتصدي؟ دعني أقول أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باستراتيجية إعلامية ضعيفة. بالنسبة إلي موتسيبي يعترف بالفشل في التحكيم ويعترف هنا. يا أخي أنت هذه في ولايتك الثانية، إذا كان هناك تحكيم فاسد فأنت فاشل في محاربة الفساد. إذا كان هناك تحكيم فاشل فأنت المسؤول عن فشل التحكيم. ولكن شخصيا أقول أن حضورك في هذه الندوة كان فقط للرد على المغاربة، أن تقول لهم مطلبكم بإعادة الكأس، مطلبكم بالفرح بالميداليات، مطلبكم بإعادة المال هو أصبح بيد الطاس. نحن نعرف ذلك أكثر منك يا موتسيبي، وقريبا ستعرف الكثير إن شاء الله. طبعا يعني مش عايز سؤال يعني اتسأل موتسيبي عن المغرب يكون في قلق للأستاذ محمد أو يعني حزن أو زعل من الأستاذ محمد،
ولكن انا عايز اقول ان مصر بتشهد النهارده زياره رسميه من رئيس الوزراء المغربي لشقيقه رئيس الوزراء المصري، وتوقيع اتفاقيات وفي مشاريع كتيره بين الدولتين، فمش عايزين اي حدث عارض كده يعكر سقف العلاقات يعني المصريه والاشقاء بين مصر والمغرب. يعني رئيس وزراء جاي يصلح اللي صار في الندوه الصحفيه. يا شريف شكرا يا شريف، شكرا لا على لا 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 يا شريف ما عادش في وقت. لا في يعني مش عايزه يزعل، مش عاوزه يزعل. انت قلت هو انت يضحك، هو انت قلت سؤال، هو سؤال ما كان السؤال، هو كان هو اسئله ما كان السؤال. به بسرعه فقط، كاس افريقيا 2027 سيد احمد، الا ترى انه خطا استراتيجي التاكيد على اقامه هذه الكاس الافريقيه؟ يعني كنا في مشاكل من خلال كأس افريقيا بالمغرب، شئنا ام ابينا. الا ترى انه كان من الاجدى انه الذهاب الى كأس افريقيا 2028 لتهدئة الخواطر وتهدئة النفوس، ونمشيو الكأس ونعطيو الوقت لتجهيز كأس افريقيا من طراز جيد. صحيح، هو خطأ استراتيجي انك تثبت انه كأس افريقيا تكون في 2027 مع انك تعرف كل المشاكل اللي في البلدان الثلاثة اللي راح تحتضن كأس افريقيا وجاهزيتهم وعدم جاهزيتهم. اظن انه هذا خطا صغير، ربما انه الوقت يبين انه ما مش جاهزين وراح تؤجل الى 28 ويصبح كلامك فارغ. واضح. ايضا نمشي لطارق للحديث عن التحكيم، لانه كان في اعتراف ضمني كابتن طارق سالم بسوء التحكيم ومشاكل التحكيم في الفتره الاخيره، ويجب التعامل مع الفيفا لاصلاح هذه المنظومه. هيك اكيد معناها اللي صار معناها في حتى اللي صار في المغرب ولا حتى في الشامبيونز ليج، مشكله الكاف هو ضعف الاتحاد الافريقي لكره القدم. شوف باش نرجع النقطة والله غالب معناها هي حقيقة ولزمها تقال، حتى ولو معناتها تعرف معناتها وكن كل الاحترام للأستاذ المغودي والربيع، ولكن نفوذ المغرب في الاتحاد الافريقي ما عادش مخفي على حتى حد معناها. ولكن اللوم مش على المغرب يدافع على مصالحه، اللوم على الاتحاد الافريقي للخضوع للنفوذ هذايا، سواء في التحكيم ولا في قرارات أخرى ولا في كل شيء. دونك الضعف الكبير هو في الاتحاد الإفريقي. الاعتراف الضمني هذا حاجة عادية معناها، لأنه هي حتى الشامبيونز ليج الإفريقية أنك تلعب دوري المجموعات بدون فار، هو ديجا هذا معناتها ملف نعتبره ملف فساد، لانه الكاف عندها الامكانيات الكل، ملاعب جاهزه، ملاعب عندها اي طارق والآن تلعب بالفار في دوري المجموعات. والان اتخذ القرار انطلاقا من المسابقه القادمه من السنه القادمه ستكون دوري المجموعات سيكون بالفار حتى تكون الامور واضحه. تاخر متاع 4 ولا 5 سنوات نعتقد. واضح. به نختم بربيع نعطي يا شريف والله ما عادش في وقت. انت اخر مره رئيس الوزراء، هاتي المره مين مش يتدخل؟ ربي يستر. ما فيش ولا قرار اتاخد. اي لا هي مجموعه من القرارات اللي ننتظرها فقط ننتظرها، ولكن ستطبق يا شريف، ستطبق. مش لهالدرجه يعني، مش في الاخير مش لهالدرجه يعني. في الاخير رئيس الاتحاد الافريقي خرج وتكلم يعني حتى تكون الامور واضحه يعني. تفضل ربيع نختم بيك البرنامج. ورجعنا للسوبر ليج مره اخرى. السوبر ليج رجع لها موتسيبي وكانها فكره مفروضه علينا يعني. والله شوف انا بالنسبه لي موقفي بالنسبه للسوبر ليج واضح. لا يمكن ان تستمر هذه المسابقه في ظل ممكن احداث خاصه مسابقه اخرى اللي هي الدوري الافريقي للامم. وثم اعتقد بان الاموال التي سوف تصرف على السوبر ليج المفروض انه يتم دعم المسابقتين، سواء مسابقه كاس الاتحاد الافريقي وكذلك دوري الابطال. انا في رايي الشخصي يكون هذا هو القرار الانسب والافضل بالنسبه للقاره السمراء التي تعاني. واضح. وصلنا للختام. اعطيني شريف والاستاذ عدنان حتى نختم بهم الحلقه. شريف هكا الاستاذ اموره واضحه. في الاخير انت خرجت بطريقه دبلوماسيه، وطارق هو اللي ما خرج دبلوماسي في اخر لحظه. طارق في الاخير هو اللي عمل الاشكال، انت في الاخير خرجت بطريقه دبلوماسيه، نظمت الامور. هو الاستاذ ينتظر تاريخك ينتظرك الاستاذ في الرد حتى هو ينتظرك. ما هو فين الوقت؟ لا ينتظرك في الرد حتى هو. علاش انا ما رديتش على طارق؟ استاذ ربيع خذا مكاني وقال لي الاستاذ ينتظرك في الرد. يا استاذ نعطيك عشان ربيع نعطيك 20 ثانيه للرد على طارق، مش مشكله يعني. لا اعتقد
هذه السردية الآن التي أصبحت في الإعلام العربي وحتى عند بعض المحللين العرب أن المغرب قوي ونافذ داخل الاتحاد الإفريقي. أنا شخصيا لحد الساعة لم ألمسه في كثير من المحطات التي كان فيها ظلما فظيعا. وإذا كان هناك من نفوذ فكري، نفوذ في المقترحات، نفوذ في الرفع من إيقاع القارة الإفريقية، فنحن نستحق هذا اللقب لأننا بذلنا كل الجهد لخدمة إفريقيا والقارة الإفريقية رياضيا. أستاذ محمد المغودي، شكرا جزيلا، كنت